خلينا كده نتعرف على البرزنتيشن الخاصه بالكورس ده ونفهم مع بعض واحده واحده ايه اللي احنا هنعمله في الكورس ده. اول حاجه عايزين نفهم احنا ليه نحتاج السيستم ده او ليه نحتاج سيستم المبيعات اللي احنا هنعمله. يعني هو مش سيستم مبيعات بس، ولكن سيستم اداره للبيزنس ككل، ولكن بشكل مصغر، يعني اي ار بي سيستم على صغير. يعني اول حاجه كتير جدا من الشركات بيكون عندها لخبطه في الاوردرات، صعوبه في المتابعه، قله تنظيم، فقدان بيانات العملاء، وغيرها كتير جدا من المشاكل. والحل سيستم موحد يجمع كل الكلام ده. الاي ار بي سيستم بيكون مكلف جدا على الشركات الصغيره والناشئه، فاحنا هنعمل اي ار بي سيستم كويس وان شاء الله يكون قوي. فان شاء الله نتعلم المهاره دي مع بعض. تعالوا بقى نروح نتعرف على مكونات السيستم. اول حاجه انا عندي 4 شيتات رئيسيه: شيت الاوردرز، وشيت العمليات، وشيت خدمه العملاء، وشيت المرتجعات. تدفق الشغل جوه السيستم ده بيبقى ماشي ازاي، او تدفق الداتا جوه السيستم ده بيبقى ماشي ازاي؟ اول حاجه انا عندي الاوردرات اللي احنا بنستلم الاوردر وبنسجلها، او بنسجل الاوردرات عامه، وده الشيت الاساسي بتاعنا. الحاجه الثانيه جاست ان الاوردر راح لي بيروح اوتوماتيكلي في خدمه العملاء، فاذا في انتجريشن كده او في جوينز ما بين الاوردر وخدمه العملاء. ليه؟ عشان بمجرد ما الاوردر ده يتعمل بنبتدي ان احنا ناكد مع العميل ونسجل الداتا دي. الحاجه الثالثه بعد ما يتاكد على العميل بيبتدي برده ان هو يسمع في الاوبريشن او العمليات. ليه؟ عشان دول يجهزوا الاوردر، يشحنوه، وكمان نشوف التحصيلات اللي من الاوردرات القديمه. وبعد كده عندي شيت المرتجعات، وده بيتسجل فيه كل البيانات المرتجعه او كل الاوردرات المرتجعه والحاله بتاعتها والكلام الجميل ده. طيب لو جينا شفنا بقى الصوره الرئيسيه هنلاقي ان كل الكلام ده بيسمع في بعض. فالصوره دي بتوصف تدفق العمل بشكل ايه؟ فيجوال كده. الاوردرات بتسمع في خدمه العملاء، وخدمه العملاء بتسمع في العمليات والمرتجعات، وكمان المرتجعات بتسمع في العمليات وخدمه العملاء والاوردرات. فده كده بالنسبه لتدفق الشغل. عايزين بقى دلوقتي نروح نبني النظام ده. اول حاجه هنروح نعملها واننا هنبني او هنكريت الفورم الخاصه بالشغل بتاعنا. هنسجل جوه الفورم بيانات زي نوع الطلب، طريقه الدفع، صاحب الحساب او المحفظه، ولو تحويل بنكي، كل الكلام ده، وعلى حسب السيستم بتاعنا وعلى حسب البيانات اللي كل شركه عايزه تسجلها. فانت ممكن تاخد الفكره وتطبق عليها از يو لايك، ولكن الفكره كلها في ان احنا هنخلي الموضوع عام جدا عشان اي حد ياخد السيستم ده ويستفاد بيه. فدلوقتي هنروح بقى مع بعض نبني الفورم الخاصه بالبروجكت بتاعنا. هنروح على جوجل فورم وهنعمل فورم جديده. من هنا كده هنخليها فورم تسجيل المبيعات. طيب اول حاجه بنسجلها وهو الموظف اللي بيدخل الكلام ده. لو انت عندك اكتر من موظف وعايز تعرف كل موظف سجل كام اوردر عشان تقدر توصل لان مين بالظبط هو اللي دخل الاوردر ده او سجل الاوردر ده، فهنا بنحط بيانات الموظف. هنا ممكن نعمل الموظف ده از اي دي الموظف، وهنيجي هنا عند الريسبونس فاليديشن دي وهنخليها نمبر، وهنخليها بتوين 102 و103 بحيث ان هو ما يدخلش اي حاجه غير الاثنين دول. فتعالوا كده نجرب. دلوقتي ادي 105، بس الاول نرجع هنا كده ونعمل ببلش، وبعد كده ايه ناخد اللينك كوبي ونطلع نفتحه تاني ونجرب كده. انا قايله من 102 ل 103، ادي 105 سبميت. مش هينفع والله. الماست نمبر ماست بي ا نمبر بتوين 102 و103. طبعا انا مش هغشش الناس، فهرجع تاني وهعمل هنا ايه بقى؟ الديسكريبشن برجاء ادخال كود الموظف. طيب كده انا نبهت عليه ان ده بيتدخل فيه كود الموظف، فهنا هنكتب هنا كده كود الموظف. طيب الايرور بقى اللي يطلع لك يكون عامل ازاي؟ هو المره اللي فاتت طلع لي الايرور، لو سمحت بعد اذنك اعمل لي 1 2 3 4 وغششني. لا، اقول له بعد اذنك برجاء ادخال كود الموظف بشكل صحيح. فتعالوا بقى نروح ناخد ده كمان كده كوبي ونسيف، ونروح هنا كده ونشوف الكلام ده. انا هنا هكتب 105 وادوس سبميت برجاء ادخال كود الموظف بشكل صحيح. 104 نفس الفكره، 103 قبل معايا. فاذا احنا كده زي الفل. تعالوا بقى نروح نحط رقم العميل او نحط بيانات العميل. كده احنا حطينا بيانات الموظف وعرفنا ان الموظف لازم ندخل الباسورد بتاعه في كل اوردر لازم يعمله او في كل اوردر بيسجله. اول حاجه بقى هنروح نحط رقم العميل، وهنا هنروح نخليه طبعا هنا شورت تكست، وهنا هنخليه ايه بقى؟ في ريسبونس فاليديشن اللي هي التاكد من صحه الرد هنخليه لينس عشان ما اكتبش عدد كاركترز اكتر من طول الرقم بتاعي. فانا مثلا لو انا شغال في مصر رقم التليفون بتاعنا كام، او طول النص عندنا في رقمنا كام، هنلاقيه 11 رقم. انت دلوقتي مثلا بيجي لك اوردرات من بره او من جوه او ايا كان، هتشوف طول النص بتاعك وتحدده. فانا هنا هقول له ايه؟ 11. جميل كده، بس كده، عشان لو كتبت رقم ازيد من 11 مش هيقبل. فتعالوا كده نتست، سيف ورينا. ادي 0 11 20 هوب 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 هوب. مش هينفع. قال لك ايه؟ ماست بي 11 كاركتر. فحلو قوي الكلام ده. فده كده بالنسبه لرقم العميل.
فتعالوا بقى نروح نسجل حبة بيانات تانية للعميل. ادي الاسم او اسم العميل، العنوان، المنطقة، المحافظة. في المنطقة انا ممكن اكتب اسم المنطقة، ولكن انا اقدر من خلال الداتا اللي عندي دي اللي انا استفاد بيها عن طريق ان انا اعرف توزيع الاوردرات بتاعتي على المنطقة وعلى المحافظة. فانا لو جيت كتبتها بايدي ممكن يحصل اخطاء، فانا ممكن احط المنطقة عندي، اخلي دي كده دروب داون واكتب كل المناطق اللي انا بشحن لها. وكمان هعمل كده برضو في المحافظة، هحط كل المحافظات في دروب داون بحيث اقلل الاخطاء، وده نوع من انواع الفاليديشن. فبالتالي ما حدش يكتب حاجه بايده. العنوان كده كده مش مشكله، لازم يتكتب بايده لان ده ما نقدرش نعمله فاليديشن بشكل كامل. فهنا هنحط المنطقه ودروب داون ليها، وهنحط المحافظه وبرده دروب داون ليها. هنا مثلا هنحط القاهره، الجيزه، والقليوبيه. والمنطقه هنا هتلاقي فيها حاجات كتير جدا، فهتيجي تقول لي والله انا مش عايز المنطقه، مفيش مشكله، ممكن تشيلها خالص، فهنشيلها، مش عايزينها يا باشا ولا تزعل نفسك. وكده انا حطيت اوريدي بيانات العميل. طيب تعالوا بقى نضيف بيانات المنتج. اسم المنتج، هنا لو عندك عدد معين من المنتجات 10 20 30 منتج، فاذا تعملهم دروب داون. في اسم المنتج ده برضه احنا ما بنكتبوش بايدينا تجنبا للاخطاء، فهنعملها برضه دروب داون، وهنكتب هنا المنتج الاول ثم المنتج الثاني ثم الى عدد المنتجات اللي عندك. حلو قوي الكلام ده. عندي بقى هنا مشكله، نفترض ان الاوردر الواحد فيه اكتر من منتج، اعمل بقى فيه ايه؟ بص يا باشا، دي من ضمن عيوب جوجل فورم اللي هي ما بتخليكش ان انت تسجل كم بيانات كبير، ولكن احنا ممكن نتحايل على الموضوع ده. هتقول لي الماكسيمم بتاع المنتجات بتاعي في الاوردر الواحد 4 أو 5 أو 7، فانت هتديزاين الفورم بتاعك بناء على كده. فاذا لو انت عندك 5 منتجات 6 منتجات 7 منتجات وهكذا في الاوردر الواحد، هتقول لي لا في العادي والطبيعي والله منتجين 3 في الاوردر الواحد، فاذا خلاص انا عندي هنا اسم المنتج، هنا بقى خليه الاول، وبعد كده بقى بيانات المنتج زي اسم المنتج الاول ثم سعر المنتج الاول، ودي هنعمل لها ريسبونس فاليديشن نخليها نمبر، وهنا از نمبر عشان ما يكتبش تكست جوه سعر المنتج الاول. وبالتالي برضو كمية المنتج الاول، ودي برضو كمية هنخليها ايه شورت انسر، وهنا في الفاليديشن هنخليها نمبر از نمبر. وكذلك هنكمل الكلام ده مع منتجين او 3 أو 4 او ايا كان. وبعد كده هنبتدي ان احنا نسجل حبة بيانات اضافية زي سعر الشحن. هتقول لي ممكن نحط اجمالي، اقول لك لا، الاجمالي ده بيتحسب اوتوماتيك من جوه عشان ده ممكن يعمل مشاكل في قلب الفاتورة فمش هينفع. وده برضو از نمبر عشان ما نكتبش فيه تك. ممكن بقى في الاخر نضيف بقى حبة حاجات تانية. طريقة الدفع، طريقة الدفع والله ايه، كاش، انستا باي، تحويل بنكي، او محفظة الكترونية. عايز تفصلها انت بقى تخليها فودافون كاش، اتصالات كاش، مش عارف ايه، از يو لايك. وبعد كده بقى يا باشا الراجل ده جاي منين؟ انت راجل دلوقتي بتبيع اونلاين، والله الراجل ده جاي لك من الموقع، يعني طلب اوردر من الموقع وسمع عندك على الداشبورد وانت جاي وانت عايز تخزنه هنا، ولا انت راجل شغال في صفحات بس فيسبوك بس عندك انستجرام وعندك فيسبوك وعندك اوريدي على تيك توك، ايا كان. فهنا هنكتب المنصة بحيث برضو يبقى عندك ايه ديستريبيوشن كده او توزيع، او تعرف توزع الناس دي جايلك على انهي منصة اكتر وكده، لان احنا بنبني الكلام ده على تحليل البيانات. في الاساس الفيسبوك، التيك توك، الانستجرام. كده يا باشا احنا يعتبر مسجلين كل الحاجات الاساسيه بتاعتنا. طب لو انا نسيت حاجه بسيطه يا باشا او عايز اضيف حاجه بسيطه، ارجع على الفورم وابتدي ان انا اسجل فيها. في حاجه بقى او حد هنا ذكي ممكن يقول لي بصراحه يا كريم كود الموظف دي رخمه. ممكن احنا نخلي الايميل يتلقط او يتجمع مع كل اوردر بيتعمل، بحيث ان انا دلوقتي عندي ايميلين او 3 بس هم اللي شغالين عندي وبيسجلوا، لان اللي بيسجل في جوجل فورم لازم يكون عنده ايه جيميل. فهنروح هنا على السيتنج وهننزل تحت هنا في ريسبونسز وهنخلي ايه كولكت ايميل ادرس هنخليها فيريفايد، وهبتدي اعمل ببلش ثم سيف واروح بقى تشيك على الكلام ده. بص هنا بقى بيقول لك ايه كريم داتا سكول ريكورد، لازم انا اعمل كده، وعلامه النجمه الحمراء دي معناها ان انت لازم تدخل بيانات جوه الحقول دي. طيب هنا احنا كده زي الفل. هنبتدي ان احنا نروح من ريسبونسز هنا كده نربطه بشيت بقى، هنعمل لينك شيت. ولو انا عندي اوريدي شيت معين او عايز اربط الفورم بيه، هبتدي ان انا اعمل له سيلكت من هنا، او هعمل كرييت نيو شيت جديد وهسميه من هنا
تسجيل البيانات او تسجيل الاوردرات، ثم كرييت. فتح لك يا باشا الشيت وجاب لك اول ريكورد هنا، وباي ديفولت حط لك حاجه اسمها التايم ستامب عشان خاطر ده الوقت اللي تسجل فيه الاوردر. هتقول لي طب افرض انا دلوقتي عايز اضيف تاريخ التسجيل ولكن تاريخ الاوردر نفسه، مفيش مشكله، هتعمل حقل تاني وهتسميه تاريخ الاوردر، لان ممكن تاريخ الاوردر ده يتسجل في يوم معين، الاوردر جه السبت يتسجل التلات، فعشان لو انت عايز تفاصيل زياده يعني. فكده احنا عملنا الفورم بتاعتنا وربطناها بجوجل شيت. في الحلقه الجايه ان شاء الله هنتعلم اللي احنا ازاي نكريت اكتر من شيت، اللي هو بقيه السيكونس بتاعتنا اللي هو العمليات وخدمه العملاء والمرتجعات، وهنشوف حبه كده ايه فانكشنز مهمين جدا وهيسهلوا علينا الشغل. اشوفك الحلقه الجايه، سلام.